السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الصيف ده حر جدا، كلنا محتاجين نشرب عصاير كتير وميه، وطبعا بتكون حلوه قوي لما يكون فيها ليمون ونعناع. طبعا هعمل معاكم النهارده الموهيتو. كلنا بنشربه في النوادي وفي الكافيهات، فهنعمله النهارده بطريقه سهله جدا وبسيطه. هنعمله في البيت، حلو جدا وهيعجبكم. هعمله بطريقتين، طريقه بالليمون والنعناع وده الشائع، والطريقه التانية هعمله بالجيلي. اول حاجه جبت الليمون، قشرته كده بالطريقه دي. بنشيل القشره الخضراء اللي بره والقشره البيضاء اللي تحتها، وبنشيل طبعا البذور علشان ما يمررش مننا. ودايما لازم نعمله بليمون اخضر علشان بتكون نكهته قويه اقوى من الليمون الاصفر. بعد كده هنجيب النعناع وهنغسله كويس، وطبعا لازم النعناع يكون اخضر. هنحطهم في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر، مع معلقتين ونص من السكر. وبعد كده هنضربهم كويس جدا وهنحطهم في مصفى وهنصفيهم كويس. طبعا بلاش نعمله بنعناع ناشف لان نكهته ما بتكونش قويه زي النعناع الاخضر. طلع معايا الكميه دي هتعمل حوالي كوبايتين. وبنجيب مكعبات من التلج، بنحط بقى في الكوبايه بتاعتنا او في الكاس اللي هنصب فيه. هنحط اول حاجه مكعبات التلج، وبعد كده هنصب النعناع المركز اللي احنا عملناه في الخلاط، النعناع والليمون. هنحط كده شريحه من الليمون، وهنحط نعناع برضو اخضر. وبعد كده هنجيب صودا، لازم تكون سبرايت او 7 اب، اي حاجه بتفضليها منهم يعني، المهم تكون من غير لون. وبس كده، وده الشكل النهائي بتاع الموهيتو بالنعناع والليمون. طعمه حلو جدا ومنعش في الجو اللي احنا فيه ده. بعد كده هنعمل موهيتو بالجيلي. هنجيب باكو من الجيلي اي نوع انت بتفضليه، وهننزل بالباكو بالكامل في كوبايه. بعد كده هنصب عليها حوالي ربع كوبايه من الميه المغليه، وهنقلبها كويس جدا بحيث ان السكر بتاع الجيلي يدوب. احنا مش هنحط سكر لان الجيلي فيه سكر. هنفضل نقلب كده لغايه ما يدوب. بعد كده هنسيبه يهدى شويه علشان الميه هتكون سخنه جدا، فهنسيبه يهدى شويه. بعد كده هنحط مكعبات التلج في الكوبايه اللي هنقدم فيها، وشريحه ليمون بالطريقه دي. وهنجيب برضو ورقتين نعناع كده وهنفركهم بايدينا علشان يطلعوا النكهه بتاعتهم. وهننزل بالجيلي اللي احنا عملناه من شويه. الباكو الجيلي هيعمل برضو كوبايتين من الموهيتو. وبعد كده برضو هننزل بالصودا. طعمه حلو جدا ومختلف. ممكن تغيري لون الجيلي، ممكن تعملي اصفر بالمانجا او بالاناناس او باي نوع انت بتفضليه او اي طعم انت بتحبيه. حلو جدا. عايزه اقول لكم ان التلج لما نزل على الجيلي عمل كده قطع من الجيلي، يعني وانت بتشربيه هتحسي ان انت بتشربي موهيتو وفي نفس الوقت بتاكلي جيلي. طعمه تحفه جدا ومختلف عن الموهيتو اللي دايما بنشربه بالليمون والنعناع وبنقدمه بالطريقه دي. وبس كده بيكون الفيديو خلص. عاوزاكم تكتبوا لي رايكم في الكومنت، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك لقناتي وشير للفيديو، واشوفكم على خير.